فرق كبير قوي بين اللي مستخسرك واللي بيحبك. اللي مستخسرك شايف مميزاتك ونقط قوتك، ومستخسر ما تكونش موجود في حياته، لأنه شايف إنك هتضيف لحياته. حاسب كويس قوي مكسب وجود شخص زيك موجود في حياته، وغالبا هيبقى موجود وقت قوتك وتألقك بس، ومش هيعرف يتعامل معاك وقت ما تحتاجه. أما اللي بيحبك شايفك بقى كلك كده على بعضك، شايف عيوبك ومميزاتك، عينه جايبة عيوبك كويس قوي، وقادر يتعامل معاها، لأنه حبه ليك معلي رصيدك عنده. اللي مستخسرك مش هتلاقيه غير وانت قوي والناس ملمومة حواليك، إنما وقت ضعفك هيفارق. ما هو ما عندوش استعداد يديلك، ودايما عنده بدايل كتير ليك، لأنه دايما حاسب حسابه ومصلحته دايما حاكمة. أما اللي بيحبك في عز لحظات ضعفك هيكون شايفك ومؤمن بيك، وعارف إنك تقدر تقوم تاني، وبيمسك في إيدك أكتر علشان يسندك لحد ما تقوم تاني. هيقعد على بابك وقت ما تكون مش قادر تتعامل معاه، هيفرق معاه إنك تحس إنه في ظهرك، هيقويك علشان ترجع تنور تاني، وهيفرح لما تقوم من وقعتك. اللي مستخسرك عمرك ما هتكون عنده أولوية، انت دايما في خانة الاحتياطي. لكن اللي بيحبك دايما هتكون أهم أولوياته، وهيعمل أي حاجة وكل حاجة عشان يوريك ده، وعلشان يحافظ على وجودك في حياته. اللي مستخسرك مقرر يستنزفك لآخر نقطة عطاء عندك، واللي بيحبك هيبقى مبسوط جدا وهو حاسس انه مصدر السعادة والثقة والأمان بالنسبة لك. هيشاركك حياتك بكل ما فيها، بكل تقلباتك، وعمره ما هيعلي حد عليك، ولا هيتبسط وانت مش موجود. اوعى تقبل على نفسك انك تكون في خانة الاحتياطي. اهالينا زمان قالوا اللي ما يشيلكش فوق الراس ما تقبلوش في رجلك مداس.